شايف الكابتن حسام يبدا ازاي؟ يلعب بنفس الطريقه كده ولا ممكن يبقى فيه طريقه مختلفه في ماتش نيوزيلندا؟ ممكن نبدا بالطريقه دي عادي، ومع سير بنفس الطريقه بتاعت الماتش. بلجيكا مع يعني. سير الماتش، لان هنقابل فرقه عشوائيه، فرقه مش منظمه. فرقه نيوزيلندا مش منظمه. لو هتشوف على حسب سير المباراه مشيت زي ما انا عاوز بنفس التشكيل اكمل. في بقى مفاجآت في التشكيل عندهم، او في مفاجاه حظ لا تقدر. مش خايف ان لعيبه مصر مثلا الحافز والحماس اللي كانوا بيلعبوا بيه قدام بلجيكا ما يجوش مثلا قدام نيوزيلندا في استهتار شويه؟ لا مش مع حسام حسن. انت عارف طبعا لعيبه مصر. لا ما الكلام ده مش مع حسام حسن. مش فاكر انت ماتش. انا خايف من انا زي ما بتكلم بس يقول كده، انا مع البرنس في الحته ديت. انا بصراحه خايف من النقطه دي جدا، بالذات مع كواليتي والعقليه لعيبه مصر. وانا اقول لك على حاجه، فاكر انت كاس العالم للقارات؟ انت لعبت قدام البرازيل ماتش حلو قوي، وقدام ايطاليا وكسبت ايطاليا، وجيت قدام امريكا. ايوه كنت ممكن تتغلب 2-0 وتوصل. خسرت 3-1. لا 3-0. 3-0. لا انا ما اقصدش في كده. انا الكلام ده ماشي، ممكن يبقى مع اي مدرب تاني. مع حسام حسن لا، ممكن حسام حسن ينزل يضربهم في الملعب. لا انا اقول لك على حاجه، القصه كلها حسام هيعمل ايه؟ هقول لك ده حافز اللاعب. يعني حسام مثلا في ماتش بلجيكا هو اللي قال اللعيبه عشان عندها حافز، انا هلاعب ماتش منتخب قوي عاوزين يظهروا بالشكل ده. اقول لك الفرصه دي للعيبه دي، واللعيبه فاهمه كويس. انت عندك صلاح، ما كانش في صلاح في 2009 زي ما انت تقول بتاعه كاس العالم للقارات. عقليه صلاح خلاص، عنده العقليه وعنده من الحماس وعنده انا عاوز اوصل، لان الفرصه بتاعت نيوزيلندا وايران دي مش هتتكرر تاني. شوف كل المجموعه على منتخب مع الكابتن حسن شحاته اللي هو كاس العالم للقارات اقوى بكتير من ده، اقوى بكتير. بس وعقليتهم كمان كانت احسن. سهوله الماتشات. انا كنت بلعب ايطاليا ولا كنت بلعب انا كنت بلعب ايطاليا وكنت بلعب البرازيل في المجموعه. انا دلوقتي بلعب مين؟ ايران ونيوزيلندا. هو ده بقى الحته دي انا خايف لعيبه تفكر زيك كده باستهتار. لا استهتر ازاي؟ حصل فهم. هو فعلا دي عقليه اللاعب المصري بالنسبه لايه كاس العالم 90. اما احنا لعبنا هولندا وعملنا معاها ماتش عالمي، جينا في الماتش الثاني بتلعب مين؟ وانا مش ايرلندا. وانا جاي اهو ايرلندا. عملت ايه؟ عملت حائط صد بال 22 لاعب عندنا. 22 لاعب عندنا كنا حلوا الكوره بسبب كان ناقص حارس المرمى يلعب مع عندنا في 18. جينا في ماتش انجلترا ورحنا جايبين برضه انا خايف خطا من اللعيبه في حته ان احنا مثلا ايه. بص ما عادش الكلام في حته السيطره. انا مش بقول ان هم هيلعبوا باستهتار، انا بتكلم انا خايف. انا عاوزهم يلعبوا بنفس الروح اللي لعبوا قدام بلجيكا تفوز. انا متوقع مصر هتعمل احسن ماتش، احسن ماتشين في حازم في حاجه. هتعمل احسن ماتشين نيوزيلندا وايران يعني ان شاء الله، ما ده بنتمناه يعني. انا حازم في حاجه، لو فعلا مع كابتن حسام حسن ده مش هيحصل. ده ما بيحصلش. لان هو كابتن حسام حسن يعني بحس ان هو بيبث روح. احنا مش عايزين يحصل. احنا بننبه ان انت خايف ان الروح اللي كانت عندك في ماتش بلجيكا ما تحصلش في ماتش نيوزيلندا بسبب قوه الخصم هنا. لا انت بتتكلم عشان خاطر ده طبيعي حصلت كتير معانا. ما اقول لك حاجه، تيجي قدام الفرق القويه بتلعب حلو. لا قيس الكلام ده كله في انا بقيسه تاريخيا. لا احنا تاريخيا كده. لا ما في نقطه. قيس الكلام ده مع حسين. شوف كل الماتشات اللي حسام لعبها ما لعبش ولا ماتش باستهتار. حتى ما كان بيلعب تشاد وملاوي ولا اثيوبيا، لا كل الماتشات اتاخدت بحماس بدليل نتائجه في الماتشات في التصفيات ايجابيه. يعني ده بدليل ان هو ما لعبش. يعني حتى لما كان هيوصل كاس عالم لا حد اخر ماتش بيعمل ايه؟ بيلعب مع موريتانيا بكمل قوته. ما اختلفناش. طيب خلاص يبقى القصه كلها مش في حسام، القصه كلها في اللاعب. هو نفس اللعيبه نفس اللعيبه ما اتغيرتش. بيتكلم على طبيعه. احنا نتمنى نفوز. انت لو فزت ماتش نيوزيلندا ضمنت 100% انت صاعد. انا توقعي زي ما انا بتكلم مش عايزين. وبعدين كمان هيبقى حافز حاجه تاريخيه ليهم ان انت مثلا كمنتخب مصر ما فزتش ولا مباراه في كاس العالم. ده هيبقى اول فوز ليك في كاس العالم. انت هتتصرف من كلامي في التاريخ يعني. هتتصرف من كلامي مسجل الكلام ده. مصر ان شاء الله في دور 16 ان شاء الله ونتقابل. انا متوقع ان احنا نوصل اول مجموعه بامر الله. اول مجموعه مصر لحد دور 16. بس في حاجه واحده ان احنا نوصل اول مجموعه، اللي احنا عدد اهداف تبقى اكتر من عدد اهداف بلجيكا. لان مش هتفرق بقى. انا مش هفرق معايا اول ولا ثاني، خلي بالك قد ما يفرق معايا ان انا اصعد. كويس. تبقى طبعا احنا بص طموحنا ان انت تعمل نتائج ايجابيه انت ما عملتهاش في كاس العالم. ان شاء الله خير. انا متفائلين خير يعني. انت شايف مثلا النتيجه ممكن تبقى كام؟ مصر ونيوزيلندا. نيوزيلندا ان شاء الله 3-1 ان شاء الله. 2-1. طب مين اللي يجيب الاجوان؟
انت تقول بص، 3 يبقى انت أيا عاوز كان- 3 لعيبه. اي احنا ممكن احنا اللي نجيب اجوان. ما انا انت قلت احنا فوز 3. مين مثلا انت حاجه؟ المتوقع لو يحرز، انا بتهيألي المرموش ممكن يعود الماتش اللي هو لعبه السيء ده، يعود الاهداف الضيعه دي. ممكن مرموش. عندك صلاح ممكن يهدف. ماشي. مين انا بقى في حاجه غريبه ممكن تحصل، ممكن لعيب مش متوقع. انا عندي احساس حمزه بكيم ده يجيبوه. حمزه عبد الكريم. اه. ماشي. انت قلت 2-1. انا قلت مين اللي يجيب انا قلت جول؟ 2 بس انا اخترت 3 لعيبه. لا ازاي؟ يعني انا هقول لك بقى ده هو ممكن أنا هقول هنفوز لك 3. ممكن أنا هقول لك لا. حد من الثلاثه هقول لك يعني بص يعني هيخلي 2 جول. لا 2. هو في واحد من الثلاثه هيجيب جونين، يعني هم الثلاثه في واحد منهم هيجيب. بس هو قال هنفوز 2-1. انا قلت هنفوز 2-1 ماشي. مين بقى اللي هيجيب هو جول؟ متوقع واحد من الثلاثه بقى. في لاعب هيخرج ان هو ما يجيبش اهداف. انا اختار صلاح، مرموش، ياسر ابراهيم. طيب يعني احنا هنفوز برضه 2-1. هنفوز 2-1 بس بقى مين بقى؟ ما انا بقول لك ما هو مش عارف مين اللي هيجيب من الاثنين من الثلاثه دول. الثلاثه فيهم واحد هيطلع بوهي. مين بقى اللي هيطلع بقى ما يجيبش الله اهداف؟ اعلم يعني. مين بقى بس في منهم 2 هيجيبوا يعني. في 2 مين اللي هيجيبوا. يجيب يا محمد؟ قول لي بقى ياسر ابراهيم هيجيب ايه؟ هيجيبوا منين بقى؟ ضربه هي اللعبة. يعني كورنر. كورنر. هو بيعرف يلعب الحته دي. بيعرف يلعب. مين اللي يجيب اجوان؟ ما هو زي ما انت قلت ممكن مرموش، صلاح فعلا. مم. بس انا كان نفسي تريزيجيه يشارك الماتش اللي فات. ممكن يلعب. يعني تريزيجيه برضه لعيب تقيل، خلي بالك. يا ابني لعيب تريزيجيه متعور. لعيب تقيل. عشان اصابه هو يعني. مش كانش لا ما كانش عشان يلعب. اصابه. الناس لو بتربطها هو حاجات سليم يعني كنت شايف ان هو ينزل. هيبقى في يعني. في حته. وفي برضه هيثم حسن ده لعيب جامد ممكن قوي. يبقى انا له. كنت شايفه بصراحه هيديله. بعيد عن اهلي وزمالك، والله شايف الواد ده كان ينزل مكان. هياخد يعني هيثم حسن هياخد فرصه كويسه في الماتش. هيديله. وحمزه عبد الكريم هياخد برضه هيديله. تايم اكتر يعني ان شاء الله الماتش الجاي. وان شاء الله الفوز لمصر ان شاء الله. ان شاء الله 3-1 ان شاء الله نتقابل بعد المباراه ان شاء باذن الله. الله.